اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. شايفين بقى الجمال ده؟ أحلى بسبوسة هتاكليها في حياتك، مرملة جدا وشاربة السيرب بتاعها وتجنن، شكل وطعم ما شاء الله عليها. شايفين الجمال؟ شايفين يا بنات الترميلة بتاعتها ولا التسوية؟ شايفين السوا عاملة ازاي؟ تجنن ما شاء الله يعني. طعمها جميل جدا جدا. هندخل بقى على المقادير بتاعتنا ونشوف احنا عملنا الجمال ده كله ازاي. معايا نص كيلو من السميد اللي هو سميد البسبوسة، ومعايا كوباية من الحليب، نص كوباية من السمنة، ونص كوباية من السكر. ممكن تبدلي السكر بسيرب تقيل اللي هو شربات الحلويات بس يبقى تقيل. معلقة صغيرة من البيكنج باودر أو البيكنج صودا، بس ما تمليهاش قوي يعني. هنحط بقى السمنة بتاعتنا، طبعا دي سمنة بلدي، انت بقى حابة تحط اي سمنة او زبدة براحتك يعني خالص، حسب ما انت حابة حطي. بس يعني الافضل السمنة البلدي يا جماعة، بتخلي الحلويات طعمها تجنن، طعمها بيبقى حلو قوي قوي وريحتها فظيعة. هنقلب بقى المقادير بتاعتنا مع بعضها، يعني انا هحط كوباية الا ربع كده من الحليب علشان خاطر ما يبقاش قوامها سايب مننا. أنا لقيت بقى أنا هاحتاج الربع كوباية تاني فأنا زودتها. طبعا يا جماعة البسبوسة ما بتحتاجش إنك تقلبي فيها كتير، طبعا أنا برضو لقيت لسه عايزة حليب فزودت كمان ربع كوباية. تمام كده. الخليط كده خلاص، أنا مش هحط له حليب تاني، هو خد كوباية وربع من الحليب بالظبط. تمام كده. مش هنقلبه خالص يعني كتير، يا دوب نخلط بس المقادير. شايفين القوام بتاعه؟ هو القوام ده اللي احنا محتاجينه. ما ننساش بس نصلي على سيدنا محمد ونعمل لايك للفيديو، واللي ما اشتركش معايا في القناة يشترك علشان يوصل لكم كل جديد. طبعا انا جبت صينية بقى ودهنتها سمنة بلدي بقى كده علشان يبقى طعمها وريحتها ايه ما شاء الله تجنن. طبعا شايفين القوام؟ مش محتاج بقى لا تضغط عليه بايديكي ولا بسباتيولا ولا اي حاجة، هي بتتفرد لوحدها كده. طبعا ده جوز هند من اللي هو العريض ده، انا حبيت احطه بيبقى شكله حلو وطعمه حلو في البسبوسة بالذات. أنا بقى فردته كده، وهاجيب بقى إيه معلقتين سمنة بلدي حلوين كده أو زبدة أو أي نوع سمنة زي ما قُلت لِك، عايزة تحطيه مش مشكلة خالص. هنحطهم بقى فوق جوز الهند ده كده علشان خاطر يبقى يحمّروا، يبقى لونه أحمر كده لمّا بيستوي. تمام يا حبايبي. هنسوّيها بقى على درجة حرارة فوق المتوسطة في الرف الوسطاني، ولمّا تحتاج بقى الوش ما احمرش هتولّعي له الشواية. هنعمل بقى الشربات أو السيرب بتاع البسبوسة. حطيت كوبايتين من السكر عليهم 3 كوبايات من المية. تمام كده. هنحط عليهم الفانيليا طبعا حسب راحتك، باكت 2 يعني براحتك. وأول ما يغلي الخليط بتاعنا هنعصر يعني نص ليمونة، وهيغلي كمان يعني غلوتين 3 كده، يعني 5 دقايق كده وهنفصل عليه النار، لأن شربات البسبوسة يا جماعة بيبقى إيه، بيبقى خفيف ما بيبقاش تقيل. تمام كده يا حبايبي. خلاص كده هنفصل النار عليه ونشوف بقى البسبوسة بتاعتنا عملت ايه. شايفين الجمال؟ جميلة جدا، لسه سخنة مولعة مطلعاها من الفرن، والسيرب بتاعنا بيغلي، لازم الاتنين يبقوا سخنين. شايفين الجمال؟ شايفين بتشرب السيرب بتاعها ازاي؟ من نجاح البسبوسة يا جماعة انها تشرب الشربات بتاعها كله كده. شايفين كل ما بتشرب انا بزود لها، حطيت تقريبا الشربات كله، ما فاضش معايا حاجة خالص. طبعا يا بنات البسبوسة بالطريقة دي حلوة جدا، لما تجربيها مش هتبطلي تعمليها بالطريقة دي. بس الغلطة كانت عندي ان انا حطيت الخليط بتاعي في صينية اصغر من اللي انا كنت هحط فيها، يعني هسوي فيها البسبوسة. يعني انا المفروض كانت الصينية الاكبر من دي، فانا اتلخبطت للاسف وايه وحطيتها في الصينية الصغيرة، فكانت ايه سمكها تخين شوية. انما انتي بقى شوفي الخليط بتاعك يناسب انهي صينية عندك وحطيها. شايفين الجمال؟ شايفين ترميلتها ولا السوا بتاعها؟ تجنن وايه وطرية جدا جدا جدا. ما اقولكيش بقى على طعمتها كمان، لازم تجربيها بالطريقة دي. شايفة عاملة ازاي؟ مرملة وسواها حلوة قوي وشاربة السيرب بتاعها، وحاجة كده ما شاء الله تفتح النفس، طعمها يجنن. انت لما تجربيها بالطريقة دي مش هتبطلي تعمليها غير بيها. شايفين جمالها يا بنات؟ حلوة أوي 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 بجد ما شاء الله عليها. مننساش بقى نصلي على سيدنا محمد ونعمل لايك للفيديو، واللي ما اشتركش معايا في القناة يشترك علشان يوصل لكم كل جديد. وبألف هنا وشفا للي يجربها.